يلا حيو. الله يحييك. شلونك طيب؟ شلون صحتك؟ الحمد لله. قول لي يا عبد الله. ابو كاتب الاعداد وكلوني بهمه وقلت والله ابشروا دام اني انا القريه مسؤول عنه والله يبشروا. طبعا وكلوني بالقلطه فقط القلطه. قالوا لي لا احد يدخل من الضيوف اللي يجون من برا معي. جاء رايد تهجم علي ضربني قطعني وهذا ما يصلح. قطعك؟ نعم في شيء يثبت. اوريك اصور. عطني. رايد تعال. رايد افتح المايك وتعال. طبعا اللي وكلوني الاعداد. مين الاعداد اللي وكلت؟ الاداره. اخلص يا رايد. مين الاداره الاعداد مين؟ الاداره منهم؟ من عطني اسمه. ناصر الغامدي والصور معي موجوده عشان كان في جو ناس ضيوف. طيب خليني اشوفها. دور ايش؟ ما هي موجوده عندك؟ عطني اياها. لا تلف لا تلف. رايد جايك. كان بيدخل مع السيب بقوه وانا رديته. طبعا كان حيل بنفسه يعني. والاداره الاعداد قال لا حد يدخل نهائي. الاعداد الاداره مين انت اللي قايل لك؟ مين اللي معطيك المهام هذه؟ افتح جوالك خل رايد يشوفها. هذا انا. نعم شعر القلطه. هم كلموه يمنع الضيوف اللي جو عشان ما يدخلون داخل. انا متسابق جاي اقول بروح دار تيمية معي ليش؟ واقول افتح اخر شيء يشروا له وفتح لي الباب. انت ولا موجود؟ ها؟ اللي في الصوره. لا ما بنا، انا ما لزمت اصلا اقول رح ادفه ما بنا. ابى اخمشه ليه؟ والله ما قبضت عليه اصلا. ابغى ادفدف اقول له افتح الباب افتح الباب. نعم ابو كاتب وخليل كان موجود ودفني وشلخني حق الباب. حق الباب وشلخته. نعم دفني بقوه. وقلت رايد انت ماخذها قوه؟ والله ما هي عن قوه يا ابو كاتب. بس انا متسابق الحق قال لي اني ادخل. ويقول ما نعينه اخر شيء طلع مهم ما نعينه. طلع ندخل عادي. هو فهم غلط. ان الضيوف ما يدخلون. كيف انا متسابق بدخل تمنعني؟ نعم ابو كاتب كان جو ضيوف من برا ناس وقالوا لا تفتح البوابه يا ما يروحون الضيوف اللي جو. في ناس جو ناس من برا. انت مين؟ انا ابغى اعرف انت اللي معطيك المهام هذه مين؟ الاداره. قبل شوي تقول الاعداد والحين الاداره مين؟ الاداره ناصر غامدي والاعداد قالوا لا حد لا تفتح الباب نهائي. ناصر حربي ما كان موجود. انت عارف ايش قال الاعداد الحين؟ ناصر ما كان موجود. يعني من اللي اعطاك القرارات هذه؟ ابو عيسى. من تحولت من ناصر الغامدي الى ابو عيسى. لا مين ابغى افهم انا. انت مين طيب اللي قاعد يعطيك الاشياء هذه؟ تمام. ناصر كلمني ناصر كلمك، ابو عيسى كلمك، مين اللي كلمك؟ ابغى شخص حطك في المهمه هذه. اللي حطني بالمهمه هذه ابو عيسى والاعداد اعداد. ابو عيسى موجود عندكم؟ نعم اسال ابو عيسى. انا معك اليوم. انا ابغى اشوف مين اللي اعطاك هالصلاحيات انك تمنع متسابق انه يدخل. ما منعني انا وبس، منع واجد من المتسابق. لا بجيك انت بجيك. بعرف شلون بجيك لانه ما لك حق تمد يدك عليه. والله ما مديت يدي عليه. ايش يقول محمد عيسى؟ هو اللي يدفني اصلا ما هو. رايد دقيقه. ايش يقول محمد عيسى؟ محمد عيسى يقول ما اعطيته شيء. لا ابو عيسى كلمني قال لي اخر شيء شوف يا عبد الله. دخل الشباب. شوف ابى اقول لك شيء يا عبد الله. انت وجودك في الشاشه حلو بيض الله وجهك، بس انك تتمادى اكثر احرق من الشاشه. بيض الله
بس انا ترى ابو كاتب، انا ما امشي الا على لا اوامر يا وكلام. مخرج، اذا انت كل شويه بتلقى تعطيني اشياء شكاوي على عبد الله، تمام؟ انا اشوف وجود عبد الله في القناه ما له لزوم. يعني حتى الكنترول قاعد يشتكي، المخرج اباضه قاعد يشتكي منك، مهندس الصوت يشتكي منك، يعني كل الناس تشتكي منك يا عبد الله. ايش يسوي معك طيب؟ الواحد الانسان كل واحد محارب. محارب؟ نعم. محارب على ايش؟ يعني يمكن ما يبون مقدم عبد الله ولكن يعني انت تشوف نفسك انت النجم الوحيد اللي في القناه؟ لا، انا ما اشوف انا اقدم مثل يقدمون الشباب، الاداره والاعداد، وانا ما وقفت ابى اجلس معك بعد شوي بتفاهم اياك في الاداره. خلي يحلف ان انا اللي ماشي. انا والله ودك تجلس مكاني زي ما كنت اليوم تقلد؟ اسمعني يا ابو ودك تجلس؟ ما قال لا تتكلم من طيبك طال ايه عمرك، طيب. بس انت اسمعني روح يا عبد الله. اسمعني ذي خليه يحلف، خليه يحلف يا اخوي. مالك دخل ما